السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نحكيو عن تألق المحترفين الجزائريين. نبداو بسعيد بالرحمة. سعيد بالرحمة يساهم في فوز ويستار ب2-0، ويقدم تمريرة حاسمة خيالية على طبق لأنطوني. اليوم شفنا ويستار ربح 2-0. سعيد بالرحمة قدم مباراة خرافية. شفنا يراوغ يلعب الوالدو، يوزع، يسدد على المرمى. اليوم سعيد رجل المباراة بدون منازع، والدليل تحصل على تنقيط 8.3/10. ميم لاسيست اليوم اللي مدو سعيد بالرحمة وأنطونيو، مش اسيست، بوندها في راسو ضرب فيه ودخلت أنطونيو. برافو سعيد. النقطة السوداء في هذه المباراة اللي مفهمتهاش أنا، حبيت نفهم مع خرجوا برك في 62 جوار. شفناه قاعد يدوني يدير بلا ديفيرونس، يمد في لي بليس ليكيب تاعو، والسيمواس يجي يخرج سعيد بالرحمة في 62. اشاك فوا يخرجوا. بيان سير الجوار يخرجلو الشك، يقولك مدالش روندمون ملاح على خاطر باش ما يولي يخمم الجوار. مفهمتش انا عما يخرج هو نتا كنت يربح 2-0 وماتش ما شفناهوش بلي ماتش صعيب هذاك، بعد تشونجي 4 ولا 5 جوار. خرج سعيد، ما نهضرلكش على ما خرجتي أنطونيو، نهضرلك على سعيد، على اشاك فوا تخرج سعيد. شاك ماتش تخرج سعيد. بوركوا؟ جو ني سي با. موضوع التنس اليوم، بوداوي يضيق الخناق على جمال بوماضي. في كل ماتش يثبت فيه علو كعبو. اللاعب هذا قاعد مستوى تاعو يطلع ماتش ورا ماتش، قاعد نجوي فيه، يتطور بشكل رهيب. ميم لونطرينور تاعو قالها، لي جواري اللي هما حضروا عليه. بوداوي أصبح لاعب من الطراز العالمي، قدم في مردود رائع، مردود لا بأس به. شفنا عطال رجع من الإصابة، لعب 10 دقائق، خشوا في 3 مباراة، عطال وبوعناني وإبراهيم في 10 دقائق. مش راح نشوفو 3 جوار في 10 دقائق. المهم دخلوا. إسلام سليماني اليوم لعب كبديل ضد لعبة أندرلخت ضد فياريال، انتهت المباراة 1-1. إسلام سليماني خش كبديل في دقيقة 65. اليوم شفنا عيسى مندي العودة ديالو بعد غياب طويل، الوضعية ديالو معناتيه كارثية. عنده 3 أشهر لم يلعب ولا مباراة، في 3 أشهر لم يلعب ولا مباراة، لا أساسي ولا بديل. اليوم شفناه بعد 3 أشهر رجع لعب لمدة 90 دقيقة، دار مباراة لا بأس بها. خاص سليماني كادر يسجل هدف، نعرفوه يخش نشيط، يقلق لا ديفونس. اليوم شفنا المحترفين تاعنا في الدوريات، في كأس المؤتمرات الأوروبي. البارح لعب إسماعيل بن ناصر، خش 10 دقائق متع فيها جميع المشاهدين. البارح إسماعيل بن ناصر لعب 10 دقائق متع جميع المشاهدين، دار 3 دريبل صحاح، 3 مراوغات ناجحين. خش يلعب في ليزيد مع ريال 3 تاع ميلان. دخلوا البارح في بلاصة إبراهيم دياز، باه يقعد ميلان يحتفظ بالكرة ويكمل لي مينيت اللي قعد برسك. شفنا توتنهام بدا يتحرك، يخش بن ناصر عنده السلاسة ديالو اللي يخرج بها بالكرة من تحت الضغط، ويعرف يربط بين الخطوط. أنا نشوفو لاعب عالمي، هذا هو أصل مظلوم إعلاميا.
ينجم يلعب في مهما كلا في لوموند، سواء في مدريد، في برشلونة، في السيتي، في ليفربول، في تشيلسي، في مهما كلا في لوموند. المستوى تاعو اللي قاعد يحكي عليه اخوتي، مشني انا اللي قاعد نحكي عليه. كي تشوف سيدورف يقولك او ملي ميار توا مليو تيان في لوموند، او سيدورف اللي هضر مهضرتش انا. ونجيو النقطة تاع قائمة جمال بالماضي، يعني قاعد نشوف في بعض القنوات يكذبوا عليكم يقول لكم او فلان جاي او فلان جاي او فلان جاي او فلان جاي. خوتي العزاز، اللي جايين اوفيسيال لاعبين فقط، عندك راين ايد نوري وفارس شاهين، هادوهم الجزائريين 100% خارج الجنسية تاعهم الرياضية. حسام عوار وجوان حجام وميتشل فايزر تاع الألمان، 3 لاعبين هادو الجنسيات الرياضية تاعهم مازال ما خرجتش. ميتشل فايزر ما عندوش حتى باسبور جزائري ما عنده. حسام عوار عنده مشكل إداري مازال ما خرجتش الجنسية ديالو، تسمى راح 100% ما كايناش في تربص تاع مارس. ان شاء الله نشوفو المنتخب الوطني في جوان. جوان حجام حتى هو الجنسية الجزائرية ديالو مازال ما خرجتش، تسمى منقدروش نقولو انو جزائري وما عندوش جنسية جزائرية. قاعد نشوف في بعض القنوات يقولك حجام جاي، ميتشل فايزر جاي في مارس، حسام عوار. اللاعبين اللي جايين في مارس اوفيسيال اخوتي لاعبين اثنين هما راين ايد نوري وفارس شاهين لا ثالث لهما. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الملتقى.